السلام عليكم أعزائي تلاميذ سنة ثالثة متوسط. إلى هذا الفيديو الذي من خلاله سوف نتعرف على درس قواعد قوى العدد 10 ونحل عليه التمارين النموذجية اللي راح تكون إن شاء الله في الفروض والامتحانات. إذا الأولاد احنا في درس قواعد قوى العدد 10 يخصني نحفظ 3 قواعد، عندي الضرب، عندي القسمة، وعندي قوة مرفوعة إلى قوة. شوفوا الأولاد، أول حاجة كيكون عندك الضرب، شوف كيكون عندك ضرب القوى، شوف ديما كيكون عندك ضرب القوى ديما تروح تجمع الأسس، ديما نجمع الأسس. واش معناها الأولاد؟ كيكون عندك 10 أس آن في 10 أس آن. طبعا الأولاد الأسس هما اللي الفوق الآن والآن. واش نروحو نديرو هنا الأولاد؟ إذا لما يكون عندي الضرب ديما نروحو نجمعو الأسس، يعني الأس هذا زائد الأس هذا. إذا هنا الأولاد ديما ترفدوا 10 وحدة، ديما نرفد 10 وحدة ونروحوا نجمعوا الأسس، أن زائد أن زائد أن. إذا ديما كيكون عندي الضرب واش نروحوا نديروا؟ نروحوا نجمعوا الأسس. أروحوا معايا هنايا نحلوا أمثلة. واش عندك هنا؟ عندك 10 أس زائد 2 في 10 أس زائد 3. واش عندك؟ عندك ضرب القوى. في ضرب القوى واش نروحوا نديروا؟ نروحوا نجمعوا الأسس، معناه الأس هذا زائد الأس هذا. إذا ديما نرفد 10 وحدة، إذا ديما نرفد 10 وحدة ونروحوا نجمعوا الأسس، زائد 2 زائد 3. إذا نجمعوا الأسس. واش تولي لنا هذه الأولاد؟ تولي لنا 10 أس. هنا عندك جمع عددا نسبيا من نفس الإشارة. كيكون عندك في الجمع نفس الإشارة واش نروح نديرو؟ نحتفظ بنفس الإشارة اللي هي زائد ونجمع العددين، 3 مع 2 تمد لك 5. إذا 10 أس زائد 5. الآن نروح للمثال هذا. واش عندك من الأولاد؟ عندك ضرب القوى، ضرب القوى. في ضرب القوى ديما نجمع الأسس، نرفد 10 وحدة، نرفد 10 وحدة ونروحوا نجمعوا الأسس، يعني ناقص 3 زائد ناقص 5. إذا ناقص 3 زائد ناقص 5. واش تمد لنا هذه الأولاد؟ تمد لنا 10 أس. ناقص 3 زائد ناقص 5 عندك جمع عددين نسبيا من نفس الإشارة. كيكون نفس الإشارة نحتفظ بنفس الإشارة اللي هي ناقص ونجمع العددين، 3 مع 5 تمد لي 8. إذا 10 أس ناقص 8. نروحوا للمثال هذا. واش عندك؟ عندك ضرب القوى. في ضرب القوى ديما نجمع الأسس، ديما الأولاد نرفد 10 وحدة، نرفد 10 وحدة ونروحوا نجمعوا الأسس، الأس هذا زائد الأس هذا، معناه زائد 3 زائد ناقص 5. إذا واش تمد لنا هذه الأولاد؟ تمد لي 10 أس زائد 3 زائد ناقص 5. عندك جمع عدد نسبيا مختلفين في الإشارة. كتكون الإشارة مختلفة نرفد الإشارة تاع الكبير ونطرح، الكبير هو 5 نرفد الإشارة تاعو ونطرح 5 ناقص 3 تمد لي 2. إذا ديما الأولاد في ضرب القوى نروحوا نجمعوا الأسس، نرفد 10 وحدة ونجمع الأسس. نروح الآن الأولاد إلى القسمة. إذا في الضرب ديما نجمع الأسس. الآن لما تكون عندي القسمة، شوفوا الأولاد ديما كي تكون عندك القسمة واش نروحوا نديروا؟ نروحوا نطرح الأسس، ديما واش نروح ندير؟ نطرح الأسس. واش معناها الأولاد هذه؟ معناه كيكون عندك 10 أس آن على 10 أس آن، واش نروحوا نديروا؟ نرفد 10 وحدة، نرفد 10 وحدة. واش نروحوا نديروا؟ ديما نطرح الأسس، يعني الأس اللي الفوق ناقص الأس اللي لتحت. إذا ديما في القسمة نروح نطرح الأس، الأس اللي الفوق ناقص الأس اللي لتحت، يعني آن ناقص آن. متفاهمين الأولاد؟ هيا نهزو أمثلة. عندي 10 أس ناقص 2 على 10 أس ناقص 3. في القسمة واش نروحوا نديروا؟ ديما نطرح الأسس، ديما ترفد 10 وحدة، ترفد 10 وحدة. واش نروحوا نديروا؟ نطرح الأسس، ديما الأس اللي الفوق ناقص الأس اللي لتحت، يعني ناقص 2 ناقص 3. صح. واش تولي لنا هذه الأولاد؟ تولي لي 10 أس ناقص 2. درك الأولاد الناقص مع الناقص ترجع زائد، ديما كي تلقاو نفس الإشارة ديروا زائد. إذا ناقص 2 ناقص مع الناقص زائد ماذا؟ 3. إذا واش تمد لي هذه؟ تساوي 10
أس ناقص 2 زائد 3. هنا عندك جمع ديال النسبية مختلفة بالإشارة، كتكون الإشارة مختلفة. واش ندير؟ ندير الإشارة نتاع الكبير ونطرح. الكبير هو 3، ندير الإشارة نتاعو، نطرح 3 ناقص 2 تمد لي 1. الآن نزيدو المثال هذا. واش عندك هنا الولاد؟ عندك القسمة. إذا ديما في القسمة واش نروح نديرو؟ نطرح الأسس. نحتفظ ب10 وحدة، ندي 10 وحدة ديما. واش نروح نديرو؟ نطرحو الأس. ديما الأس اللي الفوق ناقص الأس اللي لتحت، يعني ناقص 3 ناقص زائد 5. واش تمد لنا هذه الولاد دركا؟ 10 أس ناقص 3. درك هنا الولاد الناقص مع الزائد واش تمد لي؟ تمد لي ناقص. قلنا كي تكون نفس الإشارة تمدك زائد، كي يكون إشارة مختلفة ديروا ناقص. إذا ناقص مع الزائد ناقص ماذا؟ 5. واش تمد لي هذه؟ 10 أس ناقص 3 ناقص 5. عندك جمع ديال نسبيا من نفس الإشارة. إذا واش ندير؟ نحتفظ بنفس الإشارة ونجمع 5 مع 3 تمد لك 8. إذا 10 أس ناقص 8 بكل بساطة. الآن نروحوا لوين؟ نروحوا إلى قوة مرفوعة إلى قوة، ونقول قوة القوة. إذا ديما كيكون الأولاد نروحوا للثالثة، القاعدة الثالثة لما تكون عندي قوة مرفوعة القوة. واش نروح ندير؟ واش معناها الأولاد؟ هنا كيكون عندك 10 أس ان كاملة أس ان. شوفوا الأولاد ديما كيكون عندك قوة مرفوعة إلى قوة، واش تروح دير؟ ديما هنايا نضرب الأسس، ديما نضرب الأسس. إذا لما يكون عندي قوة مرفوعة إلى قوة ديما نضرب الأسس. يعني واش ندير؟ ندير 10 نتاعي، واش نروحو نديرو؟ نضربو الأس، الأس هذا في الأس هذا، يعني ان في أروحوا لهنا نطبقوا. هاي عندك 10 أس ناقص 2 كاملة أس ناقص 3. هنا واش نروح نديروا؟ قوة مرفوعة إلى قوة ديما نضرب الأس، يعني ناقص 2 في ناقص 3. إذا ندير 10 نتاعي، واش نروح نديروا؟ ناقص 2 في ناقص 3، ناقص 2 في ناقص 3. واش تمد لي هذه؟ 10 أس سالب في السالب يمد لي موجب، و2 في 3 تمد لك 6. الآن هنا عندي 10 أس ناقص 3 كامل أس 5. قوة مرفوعة إلى قوة ديما نضرب الأسس، يعني ندي 10 وحدة ونضرب الأس، الأس هذا في الأس هذا ديما نضرب الأس، يعني ناقص 3 في 5. واش تمد لك هذه؟ 10 أس السالب في الموجب يمد لك سالب، و3 في الخمسة يمد لك 15. 10 أس ناقص 15. الآن الأولاد أروح نحلوا التمرين هذا اللي مقترح إن شاء الله للفروض والامتحانات. حاول أنك توقف الفيديو تحاول فيه، بعد ذلك تشغل الفيديو من جديد حتى تشوف أسكو راك صحيح ولا خطأ. إذا نبدأ مع بعضنا. هنا فقط الولاد كيقول لك اكتب لي على الشكل 10 أس ان، تروح تطبق القواعد اللي قريناها. عندي 3 قواعد، عندي الضرب نجمع الأسس، عندي القسمة نطرح الأسس، وعندي لما تكون عندي قوة مرفوعة إلى قوة نضرب الأسس. إذا عندي 3 قواعد. إذا نبداو بالأ. شوفوا معي الولاد أمور سهلة جدا. واش عندك؟ عندك أ تساوي 10 أس زائد 2 في 10 أس ناقص 2 كاملة أس 5. إذا هنا الأولاد واش نروحو نديرو؟ نطبقوا فقط القواعد اللي قرينا. إذا هنا باش تبداو بهذه، تحسبوا هذه أولا. هنا واش عندك؟ عندك قوة مرفوعة إلى قوة، قوة مرفوعة إلى قوة واش دير؟ تضرب الأسس. إذا هنا نكتب ال10 نتاعي هذه كيما راهي، 10 أس 2 نحسبوا هذه أولا، في نفك الأقواس أولا. إذا في هنا 10 أس ناقص 2 في 5 واش كنا نديروا؟ قوة مرفوعة إلى قوة نضرب الأسس، يعني ناقص 2 في 5، ناقص 2 في 5. واش تولي لنا؟ أ تساوي 10 أس 2 نهبطها مكانها في 10 أس السالب في الموجب يمد لك سالب 2 في 5 10. واش ولا لي دركا الأولاد؟ ولات لك ضرب القوى. راح نطبق القاعدة الأولى. إذا ضرب القوى هو جمع الأسس. إذا ديما في ضرب القوى نروح نجمع الأس، نرفد 10 وحدة ديما ونروح واش نديرو؟ نجمع الأس، الأس هذا زائد الأس هذا. إذا 2 زائد ناقص 10. إذا ديما في ضرب القوى نجمع الأس، أس هذا زائد هذا. واش نبدا دركا؟ أ تساوي 10 أس.
الأولاد 2 زائد ناقص 10. طبعا هذا موجب وهذا سالب. جمع عدد النسبيين مختلفين في الإشارة. ندو الإشارة تاع الكبير ونطرح. الكبير هو 10، ندو الإشارة تاعو ونطرح. 10 ناقص 2 تمد لك 8. إذا تحصلت على 10 أس ناقص 8 وكتبتها على الشكل 10 أس آن. كيقول لك 10 أس آن يعني تروح تطبق القواعد اللي قريت. الآن نروحوا إلى العبارة ب. شوفوا معي الأولاد العبارة ب سهلة جدا. نكتب العبارة ب اللي هي عندي 10. إذا عندي 10 أس ناقص 3 في 10 أس ناقص 5 على 10 أس ناقص 2 الكل أس ناقص 3. واش نروحو نديرو هنا الأولاد؟ نروحو نطبقو القواعد. في البسط واش عندك؟ في البسط عندك ضرب القوى، تسمى نطبق القاعدة الأولى نجمع الأس. وفي المقام عندك قوة مرفوعة إلى قوة، واش نروحو نديرو؟ نضربو الأسس. يعني نروحو نطبقو القواعد اللي قريناها. هاي الفوق واش نروحو نديرو؟ قوة. إذا ضرب القوى هو جمع الأسس. ديما نرفد 10 وحدة. واش نروحو نديرو؟ نجمعو الأسس. معناه ناقص 3 زائد ناقص 5. وتحت واش نروحو نديرو في المقام؟ قوة مرفوعة إلى قوة، ديما نروحو نضربو الأسس. يعني تولي لنا 10 أس ناقص 2 في ناقص 3. ناقص 2 في ناقص 3. قوة مرفوعة إلى قوة ديما نضرب الأس. أس هذا في هذا. الآن واش تولي لنا هذه الأولاد؟ ب تساوي هنا نكتب العشرة نتاعي ناقص 3 زائد ناقص 5. عندك جمع عدد النسبيين من نفس الإشارة، ديما نحتفظ بنفس الإشارة ونجمع العددين. 3 مع 5 تمد لك 8 على 10 أس. ناقص 2 في ناقص 3 السالب في السالب يمد لك موجب، و2 في 3 يمد لك 6. واش تحصلنا دركا الأولاد؟ تحصلنا على القسمة، تسمى نطبق القاعدة الثانية. إذا لما يكون عندي القسمة ديما نطرح الأسس، يعني نحتفظ ب10 واحدة ديما ونطرح الأسس. الأولاد ما تنساوش ديما الأس اللي الفوق ناقص الأس اللي لتحت، يعني ناقص 8 ناقص زائد 6. واش تمد لنا هذه الأولاد؟ ب تساوي 10 أس. هنا الأولاد ناقص 8 قلنا درك الناقص مع الزائد تمد لك ناقص، كي يكونوا كيفيف تمد لك زائد. ناقص مع الزائد ناقص ماذا؟ 6. إذا واش تمد لنا هذه؟ ب تساوي 10 أس ناقص 8 ناقص 6 نفس الإشارة، نحتفظ بنفس الإشارة ونجمع. 8 مع 6 تمد لك 14. تحصلت على 10 أس ناقص 14 وراني كتبتها على الشكل 10 أس آن. الآن هذا هو عادل. إذا هذا فيما يخص طبعا الدرس هذا. بعد هذا الدرس مباشرة راح نتعرفوا على الكتابة العلمية وتمارين نموذجية جدا راح نلقاو إن شاء الله في الفروض والامتحانات. إذا سلام.